بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خليها تنضف. احنا مستمرين في حملة خليها تنضف. طبعا احنا هنا قدام محلات كلنا في ضراو نعرفها، اللي كانت هنا أمام الشهر العقاري بجوار المجلس. طبعا هنا في أكثر من 11 محل كانوا فاتحين كلهم هنا للجماعة اللي هم الأفارقة. طبعا أصحاب المحلات قفلوها وقالوا يا عم والله احنا جينا واخذنا المكان ده وعملناه محلات كنا بنأجرها، لقينا اصحاب البلد عاملين كده. الناس دول جماعه من الكلحين، فلما لقوا الوضع البلد مش اللي هو راحوا قفلوا. قال والله احنا كم من الدخل بتاع المحلات دي بيدخل لنا لا يقل عن 120 الف في الشهر، بس الفلوس حسيناها مش حلال، الفلوس ما فيهاش بركه. فقفلوا المحلات وقال لك احنا مش عايزين نأجر تاني لأفارقة. اكثر من 11 محل قفلوها، ما بأجروش لأفارقة. دي مبادرة كويسة منهم، ادي ناس من ضراو جزاهم الله خير قفلوا. واي حد من ضراو اي شاب عايز ياكل عيش، المحلات دي تحت امره، يتواصل معاهم ويأجر محل وياكل عيش. المحلات دي هتؤجر للمصريين فقط لا غير. والحملة دي طبعا استمر فيها طبعا امبارح الاستاذ احمد سرو عنده 3 محلات برضه نفس القصة قفلهم، ما فيش تأجير ثاني لأفارقة في ضراو. هنبص على المنظر، بقت زبالة شايفين. ده محل كان طبعا هنا في الجبنة والقعدات، طبعا كل المحلات بقت زبالة. يعني بصوا لها بتاع شهرين وهم من قفلوها، قالوا احنا والله من شهرين استحرمنا فلوسها صراحة، فلوسها ما فيهاش بركة، قفلنا. ادي المكان زي ما انتم شايفين، زي ما انتم شايفين ادي الطريقة. طبعا هنا اللي بديكم على السوق وعلى قهوة الجزر، وهذه المحلات دي كلها اتقفلت، ولا تأجير الأفارقة، لا لتأجير الأفارقة. هذه المحلات دي كلها كلنا شفناها كانت كلها أفارقة موجودة هنا. الناس قالت والله احنا فلوسنا حسيناها مش حلال، الفلوس في حاجة مش مظبوط. شوفوا 11 محل لما يكون بيدخل لك أكثر من 120 ألف وتسيبهم لله، أنا مش عايزهم. وأي حد من ضراو عايز يأجر، أي حد من ضراو عايز يأجر ياجي ياخذ أي محل وياجي ويأجره وياكل منه عيش. وطبعا السعر بتاع الإيجار حيبقى أقل بكثير. طبعا حتلقوا إن شاء الله الفترة اللي جاية ركود في المحلات والأسعار حتنزل. خليها تنضف بيكم انتوا يا ناس ضراو، لما نتحد وكلنا نمشي على المبادرة دي، كلنا لا نأجر لأفارقة، إن شاء الله حتنضف البلد. وإن شاء الله بإذن الله تعالى حنقضي على الجماعة الأفارقة من ضراو، وحنقضي على السكر وعلى العربدة وعلى العادات والتقاليد اللي دخلت على بلادنا اللي احنا ما شفناش في حياتنا قبل كده. مبادرة جميلة من أصحاب المحلات دي قفلوها، يا ريت نحزوا حزوهم. أي حد يصحى ضميره، في مثل بيقول أن تأتي متأخرا أفضل من لا تأتي أصلا. يعني تجي متأخر أحسن من لا تجيش. تعال واغسل ايديك وقول يا عم الاستاذ احمد سر امبارح جزاه الله خير عنده 3 محلات قفلهم وقال لا برضه لا لتأجير الأفارقة. يا ريت كل الناس تمشي معنا في الحملة ونخش مع بعض ونتحد وخليها تنضف.